كمان الولد تتراوح في قطر. الدبابات الموجودة مع السيارات الموجودة. نظمت عيادة الإخلاص التابعة لجمعية الهلال الأخضر أسبوع الصحة الثامن، والذي شمل هذا العام على عدة فعاليات منوعة من محاضرات ورشات عمل ومسار مشي، وهذا العام للمرة الأولى أيضا تمرين طوارئ عام وشامل بحضور الأهالي. بس عشان أصل للدكتور فهمي الفكرة. لما أنت فكرت فيها لا كان الحمار قلت له طيب أنت ليه؟ الجمعية اليوم اللي قدموه كان هو في الحقيقة الأسبوع كاملا، أسبوع الصحة كان أسبوع مميز جدا، ولكن اليوم الحضور أذهلني في الحقيقة على أساس إنه الناس مهتمة ومطلعة وحابة إنها تطور نفسها. جمعية الهلال الأخضر بتكريمها لهذه الفئة من المبعوثين كانت السباقة في رفع معنويات ومستوى هذه الشريحة من الناس، ونتمنى لهم دوام التقدم والعمل الخير بما فيه لمصلحة هذا البلد ومصلحة الصحة في هذا البلد. من أهم المحطات اللي قمنا فيها بأسبوع الصحة كانت شريحة مهمة جدا اللي هي توعية طلاب المدارس، لأنها كثير باعتبار جزء كبير من المجتمع. أنا لقيت إنه كانت تجاوب معي كثير، كانوا الطلاب حابين يغيروا وحابين كمان ينطلقوا، وكان معي بنات كثير فعالات لأنه كمان بمساعدة طالبات المدرسة قدموا هاي الوظيفة بأحسن وجه، وأنا حسيت إنه كان في استجابة منهم. إن عندي واحد كان مثلا عم يدردش على ميات عداف الطاقم طاقم الإسعاف الأول وصل للموقع زي ما شرحت، زي ما هي شغلة تشتريها وتخزنها بداخل الإسعاف فيها قولة الوصول لموقع الحدث وإخلاء المصابين بسرعة. خلال فعاليات أسبوع الصحة قمنا بإجراء تمرين طوارئ. يتخلل هذا التمرين سقوط صاروخ على ملعب. الهدف كان من التمرين هو فحص جاهزية العيادي وفحص جاهزية الطاقم العيادي. وخلال كمان أسبوع الصحة كان عندنا دورة إنعاش. الهدف كان من دورة الإنعاش والتمرين الطوارئ اللي نعمل في خلال أسبوع الصحة هو توعية الناس والمجتمع، إن كان في كفر مندا وفي الوسط العربي، توعيتهم لكيف يتعاملوا مع هاي الحالات الطارئة، إن كان عملية إنعاش وإن كان إصابات، ينقلوا الصورة الواضحة حتى تمكن للطاقم الطبي يوصل